وبيبدأ ملخصنا وهي بتفكر هو الوقت بيعمل معايا كده ليه؟ عايز ايه؟ وبتلاقي جارها وصاحب العمارة بيتكلموا على المعجبين وإنهم بيدعموا دايما من غير مقابل، فبتروح قايلة شكل الوجد من معجبيني ولا ايه؟ وهما بيقولوا إن الواحد ممكن يبعت لمعجبينه هدية تقدير أو رسالة مكتوبة بخط الإيد، والسي جي بيروح يطلب من جده كارت عشان شركته، فبيطلب منه حاجة قصادها وبيروح لجدي يتغدى، بس بيلاقي المطعم زحمة جدا وهيستنى كتير، فبيشوف سيري قاعدة لوحدها فبيعرض عليها ياكل معاها ويدفع هو الفاتورة، فبتقوله والتحلية كمان، فبيتفقوا. وفي الآخر بقى بتلم بواقي الأكل وبتروح للكلب بس مش بتلاقيه، فبتروح بتلاقيه ماشي وراها وبتروح الأوضة بتلاقي إن الشرطة جت سألت عليها عشان الأستاذ اللي تبع الإعلان رفع عليها قضية إنها ضربته وإنه مش عارف يشتغل بسببها هي وسجي. فلما سجي بيعرف بيروح على طول على الاسم وبيقوله إنه هيرفع دعوى مضادة عشان أجرها اللي ما خدتهوش وإنها تعبت ومحدش يهتم بيها، فبيتنازل عن المحضر وبيخرج بره تقوله انت قلقت عليا صح؟ فبيقول لها انا جيت بس عشان الاسم قريب من بيتي مش اكتر، فبتقول له اه طبعا طبعا، فبيقول لها ايه الكلب اللي معاكي ده اكيد مش هتربيه في اوضه من غير شباك، فبتقول له مالكش دعوه، وبعدين هو قريبك ده بيجي عندك؟ فبيقول لها لا، وبيفتكرها معجبه بيه فبيقول لها انه غدار بيضحك في وشك وبيضربك في ظهرك، وبتفتكر ان الملك كان شاطر في رمي السهام وحد من الخدم بيقولوا انه بيصطاد الحيوانات اللي في القصر، فبتفتكر كلبها وبتقعد تضربه عشان يمشي بس هو مش بيرضى، وبتعرف بعدها انه قتله. ولما بتلاقي سجي بيتكلم عنه وحش فبتطمن انه مش هيجي عنده، وبتروح قايلاله بما اني عايزه اديك هديه فخد وخلي بالك منه، وبتروح ماشيه وهو اصلا بيبقى عنده حساسيه من الكلاب وبيفكر يرميه بس بيخاف منها. والتاني يوم بيقول للمساعد سوري يتصرف فيه، وسيوري بتروح تتغدى مع الحربية ومديرة الوكالة وبتقول لها إن جالها دور ثانوي في المسلسل اللي كانت بتمثل فيه الجزء التاني، وبتقول لها تتفرج على حلقات الجزء الأول ومسلسلات تانية تاريخية بما إنها كانت بعيدة عن التمثيل فترة، فبتسهر عليهم وبتكتب بقى جواب لسجي بما إنه مخلي باله من الكلب، وبتروح بقى تمضي العقد وبتديله الرسالة يقراها بس لما يروح، فلما بيفتحها بيلاقيها بحروف صينية فبيسيبها قال يعني مش مهتم، بس بيرجع يطلع التليفون يترجمها وبتبقى كاتباله شعر بتشكره فيه، وبيلاقي في الظرف رسمتين واحدة ليها وواحدة ليه، وكاتبة على صورته من تحت معجبي المذهل، بس هو بيقراها حبيبي فبيفرح وعيونه بتطلع قلوب. تاني يوم بقى بما إنها مارت عقد فبتأجر السطح بدل الأوضة بتاعتها، وسيجي بيسأل المساعد سون لو جاتله رسالة حب قبل كده قال ايه، وبيسأله ايه النية من وراه، فبيقوله دي مشاعر حلوة مش كل الناس عندها نية شريرة ورا كل حاجة زيك، وسيوري بتعمل بقى بيت للكلب عشان تاخده، والمدير سون بقى بيقول لسيجي انه نشر صورة الكلب على النت ولقى صاحبه فاداهوله، وبيروح بقى مع جده عشان افتتاح مشروع البناء بتاع الشركة، وطبعا بيبقى مندوب متضايق فبيروح قايله ركز على ابتسامتك اللي ما بتعرفش تعمل غيرها مع شكلك الحلو اللي ورثه من امك ده، فبيروح ضربه. وسيري بتروح لجدتها واللي بتفرح بزيارتها جدا، وبيبقى الناس اللي حواليها باعوا بيوتهم ومحلاتهم عشان في شركة عايزة تبني منتجع في الحتة بتاعتهم بس هي الوحيدة اللي رافضة، فبتقول لجدتها إنها هتظهر في برنامج على التلفزيون ومش فاكرة طفولتها، فبتقول لها أنا ملاحظة إنك بتتكلمي بطريقة غريبة زي ما كنتي بتتكلمي بعد الحادثة اللي كنتي هتموتي فيها، وبيدخل بقى بلطجية يهددوا الجدة وبيطلع المنتجع ده تبع شركة جد سجي، وطبعا البلطجية بيكسروا المكان وبيرمولها الأكل على الأرض وعايزين يضربوهم كمان، فبتروح سيري معلمة عليهم واحد واحد وبتطلب لهم الشرطة، ولما سجي بياخد باله من اسم المطعم على الطريق بيرجع يشوفه بيلاقيها مخلصة عليهم، فبتقوله انت قلقت عليا ولا ايه، وبتقوله انها هتاخد الكلب، فبيقول لها انه لقى صاحبه واداهوله فبتشكره انه عمل كده، وبتقوله انها ممتنة لكل اللي بيعمله عشانها وانه معجبها لطيف، والجد بيسمع كده بيسأله ايه ده
فبيقول له إني عشان عملتها حلو بس هي فكرت إني معجب بيها، لكن أنا بشفق عليها، فوشها بيقلب وبتسيبه وتمشي. وبيخلص ملخصنا هنا. عجبكم الملخص؟ دوسوا لايك، سبسكرايب، وأشوفكم في ملخص تاني. سلام.